ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي نورز كيتشن. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا، فطير الشرقي. الفطير الشرقي معروف ان الناس كتيره بتحبه، وانا من الناس اللي بحبه جدا. الوصفه دي جميله جدا وسهله جدا لو هتعمليها في البيت، كل اطفالك وكل حبايبك هيحبوها. تعالي نشوف الطريقه بتاعتنا هي عباره عن ايه. اول حاجه هجيب عندي لفه من الجلاش، وهجيب جبنه كيري او اي نوع جبنه انت عايزاه، وجبنه رومي، وهبشرها في الكبه. وبعد كده انا عندي فلفل الوان وزيتون مقطعاه حلقات، وعندي كان عندي قطعتين لحمه مسلوقه قطعتهم نساير صغيره بالسكينه. ممكن تستبدلي اللحمه باي نوع انت عايزاه تاني، ممكن تحطي لانشون، ممكن تحطي قطع كفته، ممكن تحطي قطع سجق، ممكن تحطي اي نوع لحوم، ممكن تحطي فراخ اللي انت عايزاه. بعد كده هجيب عندي صينيه وهدهنها بالسمنه او بالزيت بالفرشه، وهبدا ان انا احط ورقتين جوه الصينيه. اجيب طبق واحط فيه الزيت، دهنت كده انا الصينيه. هحط ورقتين وادهنهم دهنه بسيطه جدا، ما تزوديش الدهان عليها. هقسم ورق الجلاش لنصين، نص كبير ونص قليل. الكبير هحطه تحت، وبعد كده هحط فوقيه او هرص فوقيه الخلطة، وبعد كده هحط فوقيه الطبقة التانية اللي هي الاقل منه شوية. هبدأ ان انا ادهن ما بين كل طبقتين. بعد ما خلصت الدهان بتاع الطبقة اللي تحت، هحط بعد كده هرص اللحمة والفلفل الالوان وقطع الجبنة. انا دي جبنة كيري مربعات، ممكن تحطي جبنة نستو، ممكن تحطي اي حاجة، اي نوع جبنة انت بتحبيه. تقطعيها قطع صغيرة كده في كل جوانب الصينية. وبعد كده هتجيبي جبنة رومي مبشورة، ممكن تحطيها في الكبة تبشريها او في الخلاط او بالمبشرة، وتحطيها برضو عليها قطع من الزيتون. اي اضافات تحب تضيفيها على الفطيرة دي بتبقى جميلة جدا. تمام، بعد كده هبتدي ان انا احط الطبقة اللي بعد كده، وهرصها وهدهنها برضو كل طبقتين. تمام، ما عدا اخر طبقة انا مش هدهنها غير لما اقطعها بالسكينة عشان تبقى سهل ان انت تقطعيها. بعد ما خلصت كل الطبقات خالص، هتضغطي على اخر طبقة بايدك، او لو عندك صينية اقل، او لو عندك صينية حجمها اقل من الصينية اللي هتحطي فيها، تضغطي بيها فوق الصينية دي بحيث انها كل المكونات تتجانس مع بعضها جوه الجلاش. بعد كده هتقطعي الجلاش مربعات او حسب ما انت عايزة، سواء لو حطيتيه في صينية مدورة تقطعيه مثلثات زي ما انت تحبي. بعد كده هدهنه طبقة خفيفة خالص كده. بعد كده هجيب طبق واحط فيه بيضايه وهضربها بالمضرب او بالشوكة، وفوقيها شوية فلفل اسود. وبعد كده هحط فوقيها كوباية من اللبن، كوباية صغيرة عادية، طبعا دي اكيد مش كوباية، دي نص كوباية. وبعد كده هحط فوقيها برضو نص كوباية من الشوربة، شوربة لحمة او شوربة فراخ، او ممكن تجيبي مرقة وتحطي جواها مية مغلية. وهتصبيها فوق الجلاش لحد ما كله ان هو ورقة الجلاش تشرب كل الشوربة دي او الخليط ده. وبعد كده هتدخليها على الفرنة 10 دقايق، هتحطيها في الفرنة لو انت عندك وبعد كده هتحطيها على الشواية بحيث ان الوش برضو يتحمر بالشكل ده، وهتاكلي احلى فطير شرقي ما دقتهوش خالص خالص خالص، ولا هتدوقيه من بره كمان. يلا باي باي.